رقم 1، بيض البالوت أو البالوت إيج، ودي عبارة عن أكلة آسيوية مشهورة جدا في الفلبين ودول شرق آسيا، ولها شعبية كبيرة هناك زي الكشري عندنا كده. ودي عبارة عن بيض بط، ولكن الموضوع مش بالبساطة دي، بمعنى أصح جنين بيض البط، ايه يلا؟ بحيث إنهم بياخدوا بيض البط الملقح، يعني اللي هيبقى فيه جنين أو كتكوت، ويستنوها تحت البطة الغلبانة 18 يوم كاملين لحد اما الكتكوت يبقى خلاص قرب يفقس من البيضة، وبعدها ياخدوا البيضة ويسلقوها يا عيني بالكتكوت الغلبان اللي جواها. انت هتكفر ياض. وبس كده، عشان تاكلها بتفتح فتحة صغيرة في البيضة من فوق كده، وبعدين تشفط السائل المحيط بالجنين اللي كان جواها واللي بيحتوي على هيكل عظمي بدائي. وحكم أكلها في الإسلام حرام باعتبار إن الكتكوت اللي جواها ده ميت. بس الغريب واللي هيجنني إن الأكلة دي لها فوايد. والله زي ما بقولك كده، الأكلة دي تعتبر مقوي جنسي من الدرجة الأولى، وأي حد قبل ما يتجوز بيروح عند أي محل بيبيع البيض ده ويزلط له كرتونتين على بعض